الباب الذي يلي هذا الباب باب فضائلهما. انتهت المسائل التي تتعلق بالولادة، اخترنا منها بعض الأحاديث. من هنا بعض الأحاديث التي تتعلق بالفضائل، فضائل مشتركة، إلا أنه نحاول بما يتناسب مع هذه الأيام أن نأخذ بعض الأحاديث. الحديث الأول، هذا الحديث من الأحاديث، إذا قلنا من الأحاديث المتواترة، حقيقة ما بالغنا فيها. أكو كتاب الحسين في أحاديث الفريقين، تلاحظون عشرات المصادر والطرق المختلفة اللي ورد فيها هذا الحديث، حتى أنه رأيت بعض المقاطع على فضائية اقرأ، واحد كان يقرأ هذا الحديث، كان يقرأ من الجماعة، كان يبين لهذا الحديث حسب فهمه ومستواه. هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأسباط. يعني 3 جمل. هذه ال3 جمل، الجملة الأولى: حسين مني وأنا من حسين. حسين مني، طبعا المن التي تكون للابتداء مقابل الانتهاء، سرت باصطلاحهم من الكوفة إلى البصرة، هنا ما تجي، هاي مو ابتدائية، ولا قرأت من كذا إلى كذا، ولا زمانية ولا غير ذلك. هي ما تكون زمانية ولا مكانية ولا بيانية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ولا هي بيانية. هذه المن، شنو تكون هذه المن؟ أصل هذا التعبير يقال أنه ما كان يؤلف عند العرب بهذا الشكل، إلا أنه هذا من الثقافة القرآنية ومن المفاهيم القرآنية. فمن تبعني فإنه مني، هذه مرتبة من المراتب الشخص الذين تبعوا إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام من إبراهيم. شلون يكونون منه؟ يعني جزء منا، جزء حقيقي هم منا؟ لا، مو جزء حقيقي اللي يتبعوا منا. مني باعتبار الشريعة، يعني دخل في إطار شريعتي، هذا مني. فمن شرب منه في مسألة طالوت فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. من هذه العصابة الخاصة راح يصير، يدخل في العصابة الخاصة. هذه المن الاعتبارية، هاي المنية أن يكون مني اعتبارا مو حقيقة، إلا أنه هنا حسب الظاهر هذه المن مني حقيقة مو اعتبارا. واحدة من الأمور اللي ذكرناها قبل يومين أنه أثر هذا الرضاع أنه من رسول الله صلى الله عليه وآله. البعض ذكر أنه نشوية، باعتبار الحسين نشأ من إبهام رسول الله ونشأ من لعاب رسول الله. البعض لا، من حقيقية، هو جزء من رسول الله صلى الله عليه وآله.
فهذه تبين حسين مني حقيقة هو من رسول الله. قل بهذين الاعتبارين، ماكو مانع يعني يكون بالاعتبارين إشكال ما فيها، باعتبار أن نشأة الحسين من رسول الله صلى الله عليه وآله، وباعتبار أن أولاد كل نبي من صلبه وأولادي من صلب علي. وتشوفون الفخر الرازي اللي هو إمام المشككين أذعن بهذه الحقيقة وقال قل تعالوا ندعو أبناءنا. هناك الفخر الرازي بين أن الحسن والحسين ابنا رسول الله، وذكر مطلب أن القرآن يبين أن أولاد البنت أولاد حقيقة وتجري عليهم أحكام الأولاد في المصاهرة وغير ذلك، في يعني كثير من أحكام المصاهرة وكثير من أحكام النسب تجري فيهم، فهم أولاد ومنه. فهاي المن ستكون تشير إلى الحقيقة. مضافا إلى عالم الأنوار الذي ذكر في عالم الأنوار أن الله عز وجل أول ما خلق الله قال ما أول ما خلق الله؟ قال نور نبيك يا جابر. وفي تلك الأحاديث اللي هي 120 حديث أحاديث الأنوار بالتتبع أنا حسبتها في مختلف مجالات البحار 100 حديث البحار ناقل، و20 حديث من المخالفين وارد في هذا المعنى، 120 حديث تذكر أن نور النبي صلى الله عليه وآله هو من نور رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الله عز وجل شق النور إلى نصفين، نصف سمي برسول الله صلى الله عليه وآله، النصف الثاني سمي باسم أمير المؤمنين، ثم اشتق من رسول الله فاطمة، ومن فاطمة وعلي اشتق الحسن والحسين، فنورهما يرجع إلى نور رسول الله صلى الله عليه وآله. ويمكن إشارة إلى تلك الحقائق أيضا، ماكو إشكال فيها إذا قلنا إشارة فيها إلى تلك الحقائق.